السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة ومؤلف سلسلة الأجداد عن الحضارة المصرية باللغتي العربية والكرواتية. سوف نتحدث اليوم عن معبد من معابد الجنوب المصري، وهو معبد إدفو. وكان معبد إدفو من أجمل المعابد المصرية الذي يمتاز بضخامة بنائه وروعته المعمارية والأثرية، وهو ثاني أكبر معبد بعد معبد الكرنك في الأقصر من حيث المساحة والحجم. وكان يبلغ طوله حوالي 137 مترا وعرضه 79 مترا بارتفاع حوالي 36 مترا. وقد تم بناؤه في عهد البطالمة في عام 237 قبل الميلاد، في عهد بطليموس الثالث يوجرتيز الأول الذي يعني اسمه المحسن، وبعد أن توقف العمل فيه بسبب الفتن والقلائل التي قامت في البلاد المصرية وطيبة كبقية المباني الدينية الأخرى التي شيدت في العصر المتأخر، إلى انتهى البناء في عام 57 قبل الميلاد في عهد بطليموس الثالث عشر في القرن الأول قبل الميلاد، واستمر بالبناء حوالي 180 عاما. وكان هذا البناء مخصص لعبادة الإله حورس الصقر رب السماء العظيم تحت اسم بحتة أي مدينة إدفو. وكان المعبد يحتوي على عدد من المباني السنوية، وكان لها بوابة كبيرة به صرح مستطيل يثبت عليه سارية الأعلام كما يتم وضعه على جميع المعابد المصرية. وكانت البوابة الرئيسية للمعبد لها أبواب من خشب الأرز، وكان مطعم بالبرونز والذهب، وكان يعلوه كرسي الشمس المجنح ليكون صفة للمعبود حورس. وخلف البوابة يحتوي على فناء كبير له صفات من الأعمدة على الجانبين، يكون عدد هذه الأعمدة حوالي 32 عمودا لها تيجان من أروع ما تكون على هيئة نبات سقان البردي وسقف من النخيل، تدل على إبداع الفنان المصري في البناء والتشييد والتصميم الهندسي. ويبلغ طول الفناء المكشوف داخل المعبد حوالي 6 أمتار وعرضه حوالي 42 مترا، وكانت الأرضية الداخلية للفناء مرصوفة بالحجر. وتدل النقوش الدينية والجنائزية التي يقوم بها الملك وهو يقدم القرابين أمام الإله حورس رب المعبد الرئيسي والآلهة المختلفة على الجدران. خلف صفوف الأعمدة سلسلة من الرسومات في 3 مجموعات، حيث يظهر الملك وهو يقدم أداء الطقوس للآلهة ويزودهم بالطعام والقرابين والهدايا ضمن الاستمرار والوجود على الأرض. وكان يقام في المعبد 4 أعياد سنوية داخل المعبد ليكون محور وثيق بكل النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية في مصر القديمة للاستقرار في الحياة على الأرض، بصفة الملك كإله يقوم بجميع الطقوس الدينية بصفة الوسيط بين عالم الألوهية وعالم البشر والمتحدث عنهم أمام جميع الآلهة. ونرى في الجانب الأيمن من المدخل الخلفي للصرح أن الملك يرتدي تاج مصر العليا الأبيض الذي أطلق عليه اسم حاجات، وأمامه بعض الكهنة يحرقون البخور المقدس، وأمامه 4 أعلام لمصر العليا في الجنوب. ونرى منظر آخر للإله تحوت والإله حورس يقومون بعملية تطهير للملك، ومنظر آخر للإله وجاد سيدة الشمال، وأيضا الإله نخبة سيدة الجنوب لابسين تاج المزدوج للبلاد. ونرى منظر للملك وهو يتسلم سلوجان واس رمز القوة والسيطرة والهيمنة من الإله حورس في حضرة الإله أتوم الإله الخالق في هليوبلس، في حضرة الآلهة المختلفة أيضا للإقامة بالاحتفالات النيلية من الاتجاه إلى الجنوب. ومنظر آخر للقاء بين الزوجين الإله حورس والإله حتحور تحت اسم اللقاء الطيب. وعلى الجانب الآخر من المدخل مناظر متشابهة مع الملك، وهو أيضا يلبس التاج الأحمر دشرت الذي يرمز إلى مصر السفلى الدلتا. ويوجد أيضا صالة الأعمدة الكبرى، وعند الدخول نرى 18 عمودا مصفوفة في 3 صفوف، كل صف منهم يضم 3 أعمدة بها جمال نحت التيجان والأعمدة في منظر رائع. وداخل الصالة يمينا ويسارا عدد 2 من الناموس لعبادة الإله. أما عند الدخول صالة الأعمدة الصغرى والناحية الجدران الشمالي لصالة الأعمدة الكبرى نجد 4 أبواب من جانبي الشرق والغرب. نجد غرفة الانتظار حيث يوجد فيها 2 من غرف التقديم للقرابين، تسمى غرفة المذبح،
حيث يقدم بها القرابين والهدايا والنذور. ونجد أيضا قدس الأقداس، وكان عبارة عن قاعة كبيرة مستقلة عن غيرها لم يكن يسمح لدخولها غير الملك والكاهن الأعظم للمعبد لأداء الطقوس اليومية عند مطلع الفجر صباحا وعند الظهيرة وعند الغروب. أما الناموس للإله الرئيسي في المعبد وهو الإله الصقر حورس رب المعبد، وكانت تضيء هذه الغرفة بشموع النذور، وكانت الغرفة لها فتحات في أعلى السقف لإضاءة قدس الأقداس عن طريق الشمس المشرقة والضوء بواسطة الغرفة. بها مسبح منخفض كانت توضع فوقه مركب الإله حورس المقدس. وكان في الجانب الشمالي يوجد ناموس مصنوع من حجر الجرانيت يضم تمثال للصقر حورس رب مدينة إدفو. وكان يحوط 10 قاعات كانت تؤدي فيها بعض الطقوس المختلفة لبعض المعبودات المختلفة داخل المعبد. وكانت أيضا بها حجرات لحفظ بعض الأشياء الثمينة والهدايا والقرابين التي تقدم للآلهة في الطقوس الدينية وعند النذور وغيرها. نجد المدينة عالم مصغر للكون، وكان يقام أعياد رئيسية في المعبد، منهم عيد الاتحاد مع قرص الشمس، وكان من أهم الاحتفالات في رأس السنة مع قدوم فصل الفيضان أخد، وأيضا عند التتويج. وقد صورت هذه الاحتفالات على السطح الداخلي من السور المحيط بالمعبد في الجانب الشمالي. وأيضا يوجد العيد اللقاء الطيب بين الإله حتحور وزوجها الإله حورس رب المعبد. وكانت هذه الاحتفالات تقام داخل المعبد تحت اسم اللقاء الطيب بين المعبود حورس وزوجته الإله حتحور رب الدندرة مرتين في العام. وكان يبشر الكهنة مراسم هذه الاحتفالات وأحياء على أن يتم تمثال كل من الإله حتحور والإله حورس لإحياء مراسم الزواج لمدة 13 يوما بعد الانتهاء برجوع كهنة معبد حتحور إلى دندرة مرة أخرى. وقد نقش هذا الاحتفال على الجدار الشمالي للفناء الأول للمعبد. ويوجد دهاليز الخارجي للمعبد به ممر طويل وحول أجزائه الداخلية. وقد حملت جدرانه الداخلية ببعض المناظر والنقوش المختلفة، منها منظر أسطوري لله خبر إله الشمس المشرقة أو الشمس المجنحة. وأيضا يوجد بيت الولادة يرجع إنشاء هذا الذي أطلق عليه اسم المميزي في عهد بطليموس الثامن والتاسع، وهي عبارة عن معبد صغير مقام بجوار المعبد، ولكن يلاحظ أن تخطيطه متشابه للمعابد الإغريقية. وكذلك الأعمدة المحيطة بها لها سمات عمارة من الفنانين البطالمة والرومان. وكان عبارة عن بناء مستطيل الشكل يتألف من قاعة أمامية بها حجرتين وسلم من ناحية اليمين، ومقصورة كبيرة يحف بها روك من الأساطين ذات التيجان المختلفة لها تيجان في أروع مما يكون. ونرى أيضا داخل المعبد مناظر منكوش عليها الإله حتحور، وهي تضرب وتدق الدف وتعزف على الآلة الموسيقية الجنك الجسارة الموسيقية، وأيضا وهي ترضع الإله حورس. وأيضا موجود في المعبد نقشت أسطورة حورس وست، وهي معركة شهيرة بين الإله حورس وعمه الإله ست. وكان الإله رع رب الأرباب مع الإله حورس ضد الإله الشر ست قاتل أبيه أوزوريس، وهو يشن هجوما برمحه ضد خصمه إلى أن يتقمص ست شكل فرس النهر الأحمر. وأيضا نرى أسطورة يوم ولادة حورس مع أسطورة قرص الشمس المجنح. وأيضا نجد مقياس النيل، وهو من أهم المعالم الموجودة في معبد إدفو. مقياس النيل في الممر الشرقي للمعبد نرى سلم ملاحق للجدران الخارجي يؤدي إلى روك مقياس النيل الذي كان موجودا داخل المعبد، ويستخدم في تحديد حصة الأرض من كمية المياه في فصل الفيضان. ونرى أيضا تحول مكان البحيرة المقدسة إلى غرب المعبد. وأيضا موجود نصوصا تركيب العطور المقدسة داخل المعبد في المعمل أطلق عليه اسم المعمل الحجرة المظلمة، وتوضح لنا ولكل المشاهدين تركيب العطور والزيوت الطقسية مع وصف تحضيرها وتجهيزها. وكان معبد إدفو من أجمل المعابد المصرية ذات الطراز البطلمي الجميل. وشكرا لحضراتكم، وكان معكم خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات.